كشف الناخب الوطني وليد الركراكي عن برنامج المنتخب المغربي للإعداد الختامي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، مشيراً إلى أن المجموعة ستدخل معسكراً مغلقاً ابتداءً من فاتح يناير المقبل، ستتخلله مباراة إعدادية أمام غامبيا في 7 من الشهر نفسه، ستجرى بعيداً عن أعين الجماهير والكاميرات. وقال الركراكي خلال الندوة الصحفية التي أعلن خلالها عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيشاركون في الكان إن المنتخب المغربي سيشد الرحال صوب كوتي ديفوار قبل أسبوع من انطلاق المنافسة، مشيراً إلى أن المدة التي تقضيها المنتخبات في البلد المنظم قبل بداية المسابقة لا تكون مؤثرة بشكل كبير على مسألة التأقلم مع الأجواء المناخية. وتحدث وليد الركراكي عن الضغط الذي يكبر مع توالي نسخ النهائيات بخصوص ضرورة تتويج المنتخب المغربي بالكأس القارية، خصوصاً وأن أول وآخر كأس دخلت خزينة أسود الأطلس كانت في 1976، حيث قال الضغط يكبر، وأن نكون حالياً رابعي العالم لا يعني بالضرورة أننا المنتخب الذي يستطيع التتويج بالكأس. الوعد الذي يمكنني أن أقدمه لكم هو أننا سنسافر كمجموعة واحدة مثل ما حصل في قطر، وسنقدم أقصى مجهوداتنا لنسعد المغاربة. وتابع: نحضر منذ عام لهذه الكأس، الجانب الذهني مهم ولكن الميدان أيضا يكون حاسما. الشعارات ونجيبوها ليس هو ما سيضمن لنا التتويج. أعترف بالعمل والتحضير لنكون في المستوى، لن نبحث عن الأعذار، لكننا لن نحمل أنفسنا ضغطا أكبر من طاقتنا. صحيح أنه كما كتبنا التاريخ في كأس العالم علينا أن نكتبه في كأس إفريقيا، وإلى ما زال النية غيكون خير. وأكد الركراكي أن الطموح والالتزام موجودان داخل المنتخب المغربي، معلقاً على تفصيل الضغط بأن المجموعة ستسافر للعب الكرة دون أي ندم، ستقدم أقصى ما يمكننا تقديمه، علينا التحلي بالثقة للتخلص من لعنة الكان، وسنناقش كل مباراة على حدة، ولن نتحدث الآن عن بلوغنا النهائي. هناك ظروف لا نتحكم فيها وعلينا أن نتأقلم.